قبل اي كلام اتمنى ان انتوا تدعوا لامي بالرحمه، لان النهارده الاكله بتاعتنا بجد هي كانت امي الغاليه ربنا يرحمها، كانت مميزه بيها جدا. وبجد انا هعمل لكم بنفس الطريقه بتاعتها واعمليها وبجد هتدعوا لي. النهارده هعمل معاكم القلقاس. اي شوربه متوفره عندك، شوربه لحمه او شوربه فراخ، تجيبيها على طول وتعمليها. انا النهارده عاملاها بشوربه الفراخ. ما تنسينيش بدعوه حلوه، وما ننساش بقى لايك وشير للفيديو علشان ده بيساعدني ان هو بيرفع الفيديو عشان خاطر غيرنا يستفيد ويشوف الفيديو اكبر عدد. زي ما انتوا شايفين كده معايا انا حطيت القلقاس. طبعا بعد ما بتقطعيه تمسحيه حلو جدا وتقشريه وتقطعيه وتحطيه في الشوربه اللي هو يبتدي يستوي. عندك بقى السلق بالشكل كده، بتحطي معلقتين سمنه او زبده فلاحي وبتقطعي السلق بتاعك وبتغسليه غسله حلوه وتبتدي ان انت تشوحيه كده، وشويه كزبره صغيره. ودي التكايه المهمه والاساسيه في اكله القلقاس النهارده. فين اللايك الحلو؟ اللايك يا جماعه، اللايك وشير للفيديو. وطبعا بتوطي عليها العين بالشكل كده وتبتدي من وقت للتاني ان انت تقلبيها بالشكل ده. بجد الاكله النهارده اولا مغذيه جدا وفي نفس الوقت سهله وبسيطه ومش تاخد وقت معاكي، وهتطلع وهم وتحفه وهتعجب كل اسرتك الاكله الجامده دي. زي ما انت شايفه كده معايا انا خلاص ابتدى ان هو يطرى ويتحمص معايا شويه، يتحمر مش يتحرق. والتكايه بقى زي ما انت شايفه كده عملته بايد الهون. تفضلي ان انت تكحتيه كده وتلفيه بالمعلقه وايد الهون، ما تضربوش في خلاط، ما تعملوش في اي حاجه. بصوا هو نفسه هيبتدي ان هو يطرى معاكي، وبعدين تقومي طشاه على القلقاس بعد ما خلاص القلقاس بقى جاهز معانا وبتشوفيه ان هو استوى. وقلبيه بالشكل ده. ايوه ما تضربوش في خلاط ولا في كبه ولا في اي حاجه، انت كحتيه بالشكل كده. هو دي بقى القلقاس، اصل طريقه القلقاس الاصليه بجد بتاعتي، بجد هتعجبكم جدا. والتكايه بقى النهائيه بتاعتنا لما تجيبي فصين توم وعليهم معلقه كزبره ناشفه، والطشه بتاعتنا بقى اللي هتطشيها على الوش كده. وشايفين الشكل يا جماعه؟ هو ده القلقاس بجد الاصلي بتاعنا وهنفرغه، وده الشكل النهائي. بجد يا ريت تقولوا لي في الكومنتات رايكم ايه. انا عملت جنبه فرخايه كده محمره، دي اللي عملت بيها شوربه القلقاس اللي هتشوفوها معايا لنهايه الفيديو. والقلقاس طالع وهم وطري جدا وجميل. بصوا لونه ده الخضار الطبيعي بتاعه، ما نحطش اللي احنا هنشوحها دي زي ما انا قلت السلق. تكحتيه وتوطي عليه العين وتكحتيه بايد الهون، وجنبيه بقى في النهايه الفرخه المحمره الجامده دي. ايه رايكم في اكله النهارده؟ متنسونيش بدعوه حلوه ودعوه لامي ربنا يرحمها يا رب، وتقولوا لي رايكم في التعليقات. واللي بيحب القلقاس يقول لي في الكومنتات ايه. ومتشكره جدا ليكم متابعتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.